الله الرحمن الرحيم. جمعية البطل لتنمية الثروة الحيوانية بقرية شلشلمون. اخوات الاعضاء المجموعة، احنا عايزين ازاي ان احنا نربط العجل بطريقة صحيحة، ننيم العجل من غير ما نعذبه، ان كانت بقرة، كانت جاموسة، ان كان اي حيوان ذو 4 رجول. احنا هنجيب الحبل ده كده اهو، طريقة سهلة خالص اهي طريقة سهلة جدا، مفيش فيها اي تعب، مفيش فيها اي ارهاق للبهيم ولا تعب للبهيم ولا تعب لحضرتك ذات نفسك وانت بتشتغل. هي العمليه كلها عمليه تنظيم اهي. خش صدق كده رمضان، التكتيكه اهيت، عندك كده لف على جسمه كده بالظبط اهي، حبل اهو ركز على دي لما انا بتصور اهي اهو. الحيوان ما بتعذبش ولا بتتعبه ولا بتتعب نفسك ولا بتتعب اللي حواليك ولا بتكسر في البهيم ذات نفسه. يعني عشان خاطر اخوانا المربيين برضو الصوره غاليه والعظم بتاع البهيم بيبقى ضعيف، تكون عامله حاجه في الحافر بيروح عاوز ينام بهيمته عشان يروحها بيكسرها حرام. لا من الناحيه الثانيه نام على الناحيه شد اهو، شد يا ابني كده. العجل نام بطريقه صحيحه اهو، هتنيمه زي ما انت عايز على الجنب اللي هو عايزه. مش خلص شغلك هتبص على حافل العجل بتاعك بهيمك، مفيش زناقه عندك، فك يا رمضان اهي، خطوه سهله خالص اهي الثانيه اهي قوم العجل ده يا ابني، قوم العجل، قوم يلا قوم يا محمد قوم بالراحه. حاجه سهله خالص اهي. العجل قام، ان كانت جاموسه، بقره، اي نوع بهيم عند حضرتك تقدر ان انت تتعامل معاه ببساطه. شكرا للشباب وشكرا للمجموعه، واستنوا ان شاء الله كل جديد في عالم جمعيه البطل لتنميه الثروه الحيوانيه للانتاج الحيواني.